صباح الخير، روتين جديد ويوم ان شاء الله يبقى سعيد كده عليكم وعلينا يا رب. بس قبل ما نبدأ في الفيديو يلا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت جديدة عندي في القناة ما تنسيش بقى تشتركي عندي، وطبعا لو عجبك الفيديو اضغطي بقى اللايك، كومنت منك حلو كده، ويلا بينا نشوف الروتين بتاع النهارده. طبعا الروتين بتاع النهارده هيبقى فيه كلام كتير كده هنفضل نتكلم مع بعض فيه. بقالنا كتير مش بنتكلم مع بعض في اي مواضيع او اي حاجة. بس ان شاء الله هحاول ان انا كل فيديو كده نقعد نتكلم مع بعض شوية في مواضيع كده تهمنا كلنا يعني. بصوا النهارده قررت ان انا امسح الشقة عشان الارض كانت متبقعة ومتبهدلة وانا اصلا كده كل كام يوم كده بحب المع كده الارض بالشرشوبة يعني، عشان الارض تبقى على طول نظيفة كده ومتلمعة. وطبعا اهم حاجه في تلميع الارض الكلور، يعني مش قادره اوصف لكم قد ايه بيعمل نظافه وتطهير وكل حاجه. فدايما تنضفي او يعني تيجي تمسحي كده تحطي في الميه بتاعه المسح كلور عشان تنضف لك وتلمع لك وفي نفس الوقت تعقم لك الدنيا. بصوا بقى يا جماعة، احنا عايزين نتكلم في موضوع الرضا والنعم اللي في حياتنا. طبعا في ناس كتيرة قوي عندها نعم كتير في حياتها وهي مش حاسة بيها. المشكلة ان في ناس اول ما بتيجي في دماغها كلمة النعم دي بياخدوها في حتة الفلوس، او ان يبقى عندهم شقق وعندهم عربيات وعندهم فلوس، يبقى دي نعم من عند ربنا. لا يا جماعة، النعم مش كلها فلوس. يعني النعم مش فلوس. ممكن انتي لو مسكتي كده، في ناس ممكن تبقى قاعده اقول لها مثلا ايه نعمه موجوده في حياتك او ايه النعم اللي موجوده في حياتك، تقولك ما فيش، ده انا حياتي مثلا الدنيا مضغوطه عندي، ما على طول معيش فلوس، على طول مزنوقين ماديا، على طول خناقات. المهم ان هي بتركز في الحاجات السلبيه اللي في حياتها. يعني احنا لو ركزنا في الحاجات السلبيه اللي في حياتنا هنلاقي كتير 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 حياتنا حاجات سلبيه كتير قوي. طيب والايجابيات مفيش؟ المشكله ان احنا بقى ما بنركزش في الايجابيات. يعني احنا مش بنشوف ايه الحاجات الكويسه اللي ربنا انعم علينا بيها. دي بقى المشكله بقى. احنا لو شفنا ايه الحاجات الكويسه اللي ربنا انعم علينا بيها، فعلا هنحاول نتغاضى عن السيئات او الحاجات الوحشه. زي ايه مثلا؟ نعمه النوم ده يا جماعه والله العظيم من اكتر الحاجات اللي فعلا في ناس بتحسد بعضها عليها. النوم ده، الراحه دي، في ناس ما بتعرفش تنام يا جماعه، ما بتعرفش تنام غير بمنوم. ما بتعرفش تنام من التفكير، ما بتعرفش تنام من المشاكل ومن جواها كده متضايقة وعلى طول في كرب وعلى طول في ضيقة. النوم ده نعمة كبيرة جدا في حياتنا، احنا مش حاسين بيها. ليه؟ لان احنا بناخد بعضنا كده ونخش ننام عادي، بننام ما بيحصلش اي حاجة. في ناس فكرة النوم دي عندها مستحيلة، يعني مش عارفين، ما بيعرفوش يناموا نهائي. دماغهم على طول شغالة، على طول بيفكروا، على طول في مشاكل في حياتهم. في ناس اصلا نايمين في الشارع، يعني في الشارع كده في الارض ومتبهدلين، يعني ما عندهمش اصلا ولا سرير ولا عندهم شقة ولا عندهم اي حاجة، نايمين في الشارع. فيا جماعة اول حاجة في حياتنا نعمة النوم دي والله نعمة كبيرة جدا جدا، في ناس كتيرة محرومة منها. خلاص. تاني حاجة ممكن نعمة ان انت اصلا يعني عندك قابلية ان انت تقعدي تاكلي وتشربي. في ناس معدتها على طول تعبانة، على طول ما بتستحملش انها تاكل اي حاجة، اي اكلة ممكن تتعبها وما يعرفوش يناموا. بالذات الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة ومشاكل في الهضم. والله يا جماعة انا بجد بقول لكم الكلام ده لان انا حواليا ناس فعلا لما بتتعب في معدتها او كده بتتبهدل فعلا. يعني انا ماما عدت بموضوع التعب بتاع المعدة ده. والله العظيم يا جماعة ما بقتش تاكل نهائي. يعني احنا بقينا كل ما نحط الاكل بتجري، هي بتجري ما بتقعدش معانا على الاكل، بسبب ان هي خايفة بالليل مثلا معدتها توجعها او ما تعرفش تنام او يعني فعلا موضوع الاكل ده برضو ان انت تاكلي وتشربي ده نعمة برضو كبيرة احنا مش حاسين بيها. الناس بقى اللي فعلا حاسة بالنعمة دي الناس اللي تعبانة، عندها مشاكل في معدتها، عندها المرض ده، ان احنا قاعدين الحمد لله مش على طول في مستشفيات ومبهدلين. دي نعمة يا جماعة كبيرة والله العظيم. في غيركو عندهم فلوس وعندهم كل حاجة، بس المشكلة ان هم عندهم مرض، ربنا يعني ابتلاهم بالمرض، وفعلا موضوع مأزم عندهم، بالنسبة لهم يخسروا فلوس الدنيا كلها ولا انهم يبقى عندهم المرض ده او عندهم التعب ده. نعمة ان انت تخشي الحمام ده، ان انت تخشي الحمام دي نعمة.
دي نعمة. في ناس دايما بعد، يعني انا اصلا حصل لي المشكلة دي بعد الولادة، انا حكيت لكم مشكلة ان انا فعلا كان عندي امساك وكنت متبهدلة وكنتش بعرف ادخل الحمام وتعذيب. برضو ده نعمة كبيرة. في ناس عندها مشاكل كبيرة جدا في موضوع الحمام ده ومتبهدلين عند الدكاترة، برضو دي نعمة كبيرة. بصوا يا جماعة، الابسط النعم اللي موجودة في حياتكم، ابسط النعم، ابسط النعم ان انت قاعدة في شقة بتاكلي وبتشربي، ان انت عندك اطفال. في ناس يا عيني ربنا مش رازقها بالاطفال، فعلا نفسيتهم بتبقى تعبانة، مع ان ممكن ربنا يكون هيعوض عليهم بحاجات تانية كتير جدا تغنيهم عن الموضوع ده، لان ممكن الاطفال ده يبقى نقمة في حياتهم او حاجة مش كويسة، او ممكن يبقى اطفال مش صالحين. فيا جماعة في نعم كتير في حياتنا احنا مش حاسين بيها، للأسف بنركز في الحاجات اللي ناقصانا. اصل انا ناقصي مش عارفة اجيب عربية، اصل انا ناقصي مش عارفة عايزة اجيب شقة، ناقصي ان انا عايزة اغير شقتي واجيب في شقة في منطقة كويسة، اصلي مش عارفة فلانة الفلانية جايبة لعيالها ايه، اصل دي ماسكة تليفون ايه، اصل دي عاملة ايه. ده اللي احنا مركزين فيه، وده للأسف بقى كلنا للأسف، للأسف ناس كتيرة جدا حوالينا بيبصوا بيركزوا في الحاجات دي. ودي مصيبة، دي مصيبة، لان احنا متلهيين عن ربنا وعن الحاجات الحلوة الكتير اللي مديها لنا، ومركزين في دي جابت ايه ودي عملت ايه ودي سوت ايه ودي دخلت ابنها مدرسة ايه وانا ابني مدخلاه مدرسة ايه. على ايه يا جماعة كل ده؟ احنا كلنا يا جماعة هندفن في مكان واحد في تربة، يعني ما مش مستاهلة ان انتوا تأزموا حياتكم وتضايقوا نفسكم وتحسسوا نفسكم على طول بان انتوا ناقصين ومحتاجين حاجات كتير، ودايما مش راضيين بأي حاجة تجيلكوا. وسبحان الله مهما ربنا يديكوا، يعني مهما ربنا مثلا هي محتاجة حاجة معينة ربنا اداها لها، ولا هتحس بقيمتها بعد كام يوم، هتحس ان عايزة حاجة تانية، مش هتحس بالرضا، مش هتحس ان قد ايه لا ده ربنا كرمني وربنا رضاني، المفروض ان انا اشكر واحمد ربنا على الحاجة اللي هو اداها لي دي. فبجد الموضوع ده يا جماعة انا حبيت ان انا اتكلم فيه معاكم، لان للاسف في ناس كتيرة حوالينا بتفكر بالتفكير اللي هو ايه، وانا اكيد بيجيلي ساعات ان انا بفكر انا ايه المشاكل، بفكر في الحاجات اللي مأزماني في حياتي، ما بفكرش في الحاجات الكويسة اللي في حياتي. فيا ريت بقى كلنا كده نقعد قاعدة مع بعضنا بعد الفيديو وتدوري عن النعم اللي موجودة في حياتك بعد الفيديو كده، ممكن تكتبيها كمان كده في ورقة كده. المهم ان انت دايما تفكري نفسك بالنعم دي، عشان لما يبقى في حاجة ناقصة عندك وربنا يكرمك بيها تعرفي قد ايه ان ربنا كريم، وتحمدي ربنا على الحاجات اللي ربنا بيديها لك. بصوا بقى مسحت كده الشقة زي ما انتم شايفين. المهم ان انا كنت عايزة ارد على سؤال من متابعة. في متابعة سألتني بتقولي هو انت ليه مش بتنزلي ايات حضانة؟ لا يا جماعة، انا كنت بنزله اصلا حضانة عادي جدا قبل ما اولد. بعد ما ولدت الدنيا عندي اتدرمغت خالص. اتدرمغت. المشكلة ان انا كانت الحضانة بتاعت اياد كانت من الساعة 12 لحد الساعة 6. تمام، انا كنت بجيبه ساعات 5 كده، 4:30 في الحدود دي، يعني ما كنتش بسيبه لغاية 6 يعني، الا لو انا في مشوار او حاجة. المهم بعد ما جيت ولدت انا كنت بوديه عادي وانا تعبانة وحامل ومتبهدلة واواخر الحمل والكلام ده. جيت ولدت لقيت بقى طبعا مفيش نوم، مفيش راحة، تعبانة طبعا لسه من الولادة. المهم معرفتش طبعا انزله. جت اتصلت بالحضانة وكده ان حد يجيبه ويوديه، قالوا لي تمام ممكن حد يجي ويوديه ويجيبه كل حاجة. للأسف بقى يا جماعة ان انا تميم بينام كل يوم الساعة 3 4 الفجر، فللأسف وبيصحى تاني، بيصحى تاني على الساعة مثلا 6 7، يفضل قاعد لتسعة 10. فبعد 9 10 دي انا بنام تاني لان انا بكون ما نمتش كويس، فبنصحى حوالي الساعة 12 واحدة، فبيبقى اصلا ميعاد الحضانة اساسا ايه، عدى. وفكرة ان انا انزله الصبح مشكلة دي، يعني لو نزلته الساعة 7 الصبح هيجيلي الساعة 3 برضو ايه، مين يعني ما كنت مش هركز معاه ان انا اجيبه والبسه وانزله، هبقى ما فيش تركيز، اصلا التركيز ده هيبقى زيرو. وكمان هنبقى احنا نايمين اصلا 3 4، فهصحيه 7، مش عارفة يعني. بصراحة الدنيا عندي يعني مدربكة. بس اللي انا بعمله معاه بقى ان احنا بنذاكر يوميا، يعني يوميا بنقعد نذاكر مع بعض عشان ما يبقاش متأخر. وكده كده ان شاء الله، يعني على 6 الجاي ان شاء الله هقدم له في المدرسة وهيدخل بإذن الله. فالفترة دي انا بحاول ان انا اذاكر له في البيت، بلس ان احنا كمان داخلين في الشتاء، فالشتاء ده صعب جدا في الحضانة بصراحة، يعني يمكن يكاد يكون مستحيل، لان بيفضل
لان اي طفل بيجيله دور برد بيعدي كل اللي موجودين في الحضانه. انا اياد لما اخر فتره في الحضانه والله العظيم يا جماعه زي ما بكلمكم كده جاله كحه. والله العظيم قعدت 3 شهور كحه. 3 شهور من الحضانه. مش قادره اوصف لكم احنا اتأزمنا قد ايه الفتره دي. الفتره دي كانت اخر شهرين في اخر 3 شهور. بص بقى 3 شهور دول ايه؟ اخر شهر في الحمل. اخر شهر في الحمل لما كنت خلاص هولد، وبعديها شهرين اللي هم بعد الولاده. الواد كان متدمر. انتوا متخيلين؟ تخيلوا بقى كان يحصل ايه. ينام، يصحى من كتر الكحة يرجع على السرير ويرجع في الحمام ويرجع في الأرض من كتر الكحة، من كتر قوة الكحة. ما كانتش بتروح. رحنا للدكتورين يدينا أدوية ونرجع ولا كأن ادانا أي حاجة. ينام أول ما لدرجة إن أنا مكنتش برضه عشيه عشان ما يكحش. كان ينام يصحى من كتر الكحة يرجع في الحمام ويبهدل لي الدنيا. وانا كنت في الاواخر بقى كنتش بقدر اتحرك، كنتش بقدر اصلا اقوم، كنتش بقدر امسح ولا انضف، كنت مبهدله. كمان بعد ما ولدت فضلت معاه. اتبهدلت يا جماعه، اتبهدلت معاه والله العظيم. في الاخر الدكتور اداله البوس كده قوي ينزل له البلغم مع الحمام او كده تقريبا يعني. ف الحمد لله خف. لكن فعلا الكحة دي اصعب حاجة بالنسبة للاطفال. فعلا ما كانتش بتتعالج، ودرجة ان هو كان يعني بيفضل مش قادر يتنفس من كتر الكحة وكل شوية يرجع. المهم ان الواد اتدمر الفترة دي. فبصراحة فكرة ان انا انزله في الشتاء دي استحالة، لان الاطفال كلها بتبقى عيانة في الشتاء. يا دوب هو هيخلص الدور البرد هيخش في دور جديد. فيا جماعه انا لو انتوا عندكم اطفال صغيره بالذات ان المناعه عندهم ضعيفه، بعد اذنكم قعدوهم من الحضانه في الشتاء. والله يا جماعه حافظوا عليهم على الاقل فتره الشتاء دي في البيت. نزلوهم فتره الخريف وفتره الصيف. اوعوا فتره الشتاء. فتره الشتاء دي من اسوأ الفترات اللي فعلا مش هتعيشي حياتك كلها في المستشفى. بلس ان انت كمان اساسا مش هتنزليه الحضانه. كل ما هياخد دور برد هتقعديه، كل ما ياخد دور برد هتقعديه، اسمك بتدفعي حضانه على الفاضي وبس. فانتوا اقعدوا كده ذاكروا لهم، واقعدوا حاولوا ان انتوا تعملوا لهم نشاط كده في البيت، تلوين مثلا، قراءه قصص. المهم ان انت تقدري تشتغلي معاه في البيت الفتره دي على الاقل كام شهر دول، بالذات الفترة البرد القارس ده، فاهمين؟ بس المهم ان انا دخلت بقى عملت المواعين. طلبوا مني النهارده كمان كيكه بالشوكولاته، مش عارفه ادمنوا الكيكه بالشوكولاته دي، فهعملها لهم تاني. وانا كان لسه متبقي عندي كاكاو. بيقعد معايا بصراحه الكاكاو اللي هو الربع كيلو او اقل من ربع كمان، بيقعد معايا حوالي مرتين تلاتة اعمل كيك يعني. بس كده نضفت الحوض كده ونشفته. دخلت بقى عشان اعمل الكيكه دي. بجد الكيكه دي يا جماعه من احلى الكيكات اللي ممكن تعملوها، وعملتها معاكم كذا مره. هقول لكم بقى الطريقه للي ما شافهاش. عباره عن 3 بيضات، عليهم كوبايه ونص سكر، عليهم نص كوبايه زيت، عليهم فانيليا سايله بس كتري الفانيليا، عليهم كوبايه حليب. تمام. هنبتدي بقى نحط السكر مع البيض مع كل حاجه، وكتري فانيليا كده سايله عشان تبقى ريحتها حلوه وطعمها حلو، وتضيع لك كمان الزفاره بتاعه البيض. ابتدي بقى احط السكر. وطبعا انا اول ما باجي مثلا اشتغل في الكيك، اول حاجه بعملها ان انا بطلع كل الحاجه اللي هستعملها، السكر وال وال اسمه ايه والدقيق والحاجات دي كلها بره. بصوا بقى يا جماعه لما تيجوا تعملوا كيك حاولوا تجيبوا نوع زيت نظيف، بلاش الزيت بتاع التحمير. يعني الزيت ده تحفه تحفه تحفه، ما فيهوش اي ريحه، وبجد بجد من الحاجات الحلوه قوي اللي هو زيت عباد او ذره للكيكات. يعني حاولي ان انت تجيبي الازازه دي مثلا للكيك بس، او كيك مثلا مثلا الحلويات عامه. يبقى عندك كده زيت مخصص ان انت تعملي بيه الحلويات، بعيدا عن الزيت اللي هو بتاع التحمير والقلي، لان ده بيبقى بيزرنخ كده ريحه الكيك وبيخليه وحش جدا. تمام. هنبتدي بقى نضرب الكلام ده كله في الخلاط. وطبعا تطلعوا البيض والدقيق والسكر والحاجات دي من قبلها من التلاجة عشان ما يبقاش ساقعين وتهبط لك الكيكه خالص. بعد كده بجيب حوالي كوبايه ونص دقيق واحط عليها بيكنج باودر، بحب كوكس، وبحط كمان رشه ملح. وببتدي انزل بقى حوالي معلقتين كبار دقيق، كبار كاكاو خام.
مش اللي هو المحلى. الكاكاو الخام بقى من مكان نضيف، عشان بيبقى عامل زي طعم الشوكولاتة كده بالظبط. هبتدي بقى اضيف الدقيق. هحط بقى الكاكاو، مش راضية، هحط الكاكاو واقلب بقى كل الكلام ده، وبعد كده اديله ضربة في الخلاط برضو او بالهاند بلندر عشان كله يتجانس مع بعضه. بكون طبعا مولعة الفرن على اعلى درجة حرارة. لما اجي ادخل الكيك بنزله لغاية 180. بعد كده هنبتدي نعمل الصوص بتاع الشوكولاتة. لو انت لسه ما حطيتيش لايك انزلي حطي لايك، وطبعا لو مش مشتركة عندي في القناة اشتركي. بفكركم. بس هضربه كده عشان بصوا يبقى القوام كده حلو. هدهن بقى الصينية بتاعتي زيت وبقى او سمنة او زبدة او اي حاجة، وبعد كده هبتدي احطها في الفرن. طبعا بتختبريها ازاي؟ بتحطي خلة او مثلا اسياخ الشيش طاووق كده في نص الكيك. لو طلع نضيف وما فيهوش اي حاجة يبقى كده هو استوت. بس حاولي ما تستعجليش عليها، لازم تستوي كويس، لان انت لو فتحتي عليها وهي مش مستوية هتهبط معاكي. بصوا هنزل بقى بالخليط. هبتدي اعمل الصوص بتاع الشوكولاته، عباره عن ايه؟ نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، نص كوبايه حليب، ربع كوبايه كاكاو. يبقى نص ربع. خلاص، يبقى نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه حليب، ربع كوبايه كاكاو، فانيليا سايله. بس كده. وبنبتدي نضرب الكلام ده في الخلاط او بالهاند بلندر او بالمضرب اللي هو الكهربائي العادي. الكهربائي مش اللي هو اليدوي. هنبتدي بقى نضرب الكلام ده، هتلاقيه تقل معاكي جدا جدا. طعم اصلا الشوكولاته دي رهيبه، الصوص الشوكولاته ده بجد تحفه، ينفع لاي كيك. هضربه بقى كده. بصوا بقى هيتقل معايا ازاي. كل ما هتبتدي تضربي هيتقل معاكي. لو تقل قوي خففيه بشويه حليب. يا رب بقى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش طبعا تشتركوا عندي في القناه وتعملوا لي لايك للفيديو، واستنوني في فيديو جديد. وتعالوا بقى نحط الصوص كده على الكيك. بصوا بقى شكل الصوص عامل ازاي. تستعمليه في اي حاجه، كب كيك بسكوت، اي حاجه هتنفع بيه. اللي هي كيكه البسكوت دي بتبقى تحفه. هبقى اعملها لكم برضو ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. حط بقى الصوص كده. يا خرابي يا خرابي، بصوا تقيل ازاي وجميل. طبعا بتتقدم ساقعه يا جماعه، وانتوا تحطوها في التلاجة وهي بتتقطع كده بتبقى تحفه، عامله زي الجاتوه بالظبط. ومفيده برضو، فيها كل حاجه، بيض ولبن وكل حاجه. استنوني بقى في فيديو جديد، ويلا مع السلامه. باي باي. باي باي. باي باي يا حبايبي. بطل. ايه رايك في الكيكه؟ بيعمل بلسانه كده، عايز ياكلها من الشاشه. كل شويه ماما عايز قطعه عايز قطعه، محدش هياكلها غيري محدش هياكلها غيري. ما فينا حتى ياخد واحدة. انتوا اللي هتاخدوا بس، لكن هم شيماء وبابا لا.